بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تكون الكل بألف خير. اليوم عوض شهدة خلية النحلة واحدة عملت زوز، واحدة محشية بالريقوتا والعسل والأخرى بالشوكولاتة. في فيديو اليوم بعجينة واحدة عملت زوز شهدات بنكهات مختلفة، والعجينة هذه عجينة سحرية هشة طرية وغنية. تابعوني ما تندموش. أهم حاجة في بريوش الشهدة خلية النحل هو العجينة اللي يلزمها تكون غنية وتخمر بالباهي. نجاح العجينة هو أساس نجاح الشهدة. مكونات العجينة اللي عملتها هي 1 كيلوغرام فارينة، 150 مليلتر حليب دافي، مغرفة كبيرة خميرة فورية، مغرفة كبيرة سكر، ملح حسب الحاجة، بيض طين، 2 مغارف كبار حليب مجفف، 50 جرام جلجلان أبيض، ومغرفتين كبار زبدة نباتية مارجرين. أول حاجة نعملها نحط في صحفة الخميرة والسكر ونصب عليهم الحليب ونخلطهم في بعضهم ونخليهم على جنب يتفاعلوا مع بعضهم. في الوقت هذاك نحضر النواشف. نصب الفارينة اللي نخلتها من قبل في المعجنة، نحط عليها الحليب المجفف، والمكون هذا يخلي العجينة تجي هشوشة وغنية. ونضيف عليهم الجلجلان الأبيض للمنافع الغذائية متاعه والبنته، وما ننساش نحط الملح. نخلطهم الكل في بعضهم ونزيد عليهم عظمتين ركضتهم في بعضهم قبل ما نصبهم على الفارينة. ومن بعد ما نتأكد اللي الخميرة تفاعلت بالباهي وطلعت، نصبها على الفارينة ونبدأ نعجن. نخلط المكونات الكل مع بعضهم ونتبع بالماء ونعجن. وعجينة البريوش يلزمها تتعجن بالباهي. أنا راني كملتها زيتها للعجانة، دارت 10 دقايق، تحصلت على عجينة طرية ما تتلصقش في اليدين. وأخزروا، هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها بعد 10 دقايق عجنان. وباش العجينة تطرب زايد وتولي ملساء وخفيفة، بعد العجنان ندخل فيها مغرفتين زبدة بالتدريج ونعجن. أتو تتفتفت العجينة وتتحل وتولي تتلصق، ما تخافوش، واصلوا العجنان للي تحصلوا على عجينة كما تشوفوا في الفيديو، طرية خفيفة وهشوشة. وهذه هي العجينة اللي تحصلت عليها. ومن بعد نحطها في إناء للتخمير، ونحط تحتها وفوقها طرف زيت يساعدها في التخمير، ومن بعد يسهل إخراجها ما تلصقش في الإناء اللي تخمر فيه. ويلزم نغطوها بالباهي باش وجه العجينة ما يشيحش. وقت اللي العجينة تخمر حنحضر الحشو. نحط في صحفة كمية من الريقوتا وقدها عسل ونخلطهم في بعضهم ونخليهم تكوتي. إذا وصلتوا معايا للمستوى هذا من الفيديو حطوا لي جيم وكتبوا لي كومنتير، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كل وين نعمل حاجة جديدة توصل لكم نوتيفيكاسيون. وهذه العجينة خمرت بالباهي، نفرغ منها الهواء ونبدأ في تشكيلها. نشكلهم كرات صغار. أنا الشهدة الأولى عملتها الكرة ما بين 40 و 45 جرام الكرة. نشكلهم الكل ونحطهم في طبق قدامي، ونردوا بالنا نغطوا العجينة سواء الكرات وإلا اللي ما زالت ما تشكلتش. كان ما تنجموش تعملوهم متساوين، يعني هالحكار بالعين برك كيما عملتنا، تنجموا تستعملوا الميزان يجوكم مرتوبين ومتقايسين.
نحط الطبق اللي باش نطيب فيه واللي غطيته بالبابي كويسون والكرات والحشو بحذايا، ونبدأ ناخذ كل كورة نحط لها شوي زيت ونحلها بالقلقال، ونحط فيها مغرفة صغيرة من مزيج الريقوتا والعسل، وبكل لطف نسكر عليها العجينة ونعاود نكعبرها، ومن بعد نرصفها في الطبق اللي باش نطيب فيه. وهكذا كل كعبة نحلها نحشيها ونرصفها بجنب أختها للي نكملهم الكل، ونخلي فراغ بين الكورة والكورة نقرأ حسابات التخميرة الثانية. الحقيقة أنا باش كملت شكلتهم عملت لها قعيدة وشكلتهم في راحتي كما تشوفوا في الفيديو. وبعد ما رصفتهم في الطبق خليتهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق تخميرة جديدة. وبنفس الطريقة حضرت الشهدة الثانية، الفارق في الحشوة حشيتها بالشوكولاتة متاع الطلي، والكورة كانت أصغر عملتها 20-25 جرام هكاكا. وبعد ما نكمل تشكيلها ونحطها في الطبق نغطيها ونخليها تعاود تخمر. وهذه الشهدة الأولى عاودت خمرت، وقبل ما ندخلها للفور نطليها بالحليب ونرش عليها الجلجلان الأبيض، نهز ندخلها للفور اللي سخن على 200 درجة من فوق ومن اللوطة. وهذه خلية النحل خرجت، قعدت في الفرن 25 دقيقة. وقت اللي تخرج وهي سخونة ندهنها بالعسل، ومن بعد نغطيها مليح ونخليها تبرد قبل التقديم. ننصحكم تستحفظوا بالفيديو هذا الرمضان على خاطر خلية النحل بريوش يجي سحور من أحسن ما ثم. وهذه الشهدة عن قرب، إن شاء الله يا ربي عجبتكم. وهذه النتيجة الأخرانية، شهدة ناجحة قطنية غنية هشوشة تهبل. نودكم وما نشاهيكم، وهاو نقص لكم طرف تشوفوهم خفة وبنة. صدقوني كما يقولوا تستحق التجربة. وهذه شهدة الشوكولا بعد ما ارتاحت وعاودت خمرت ندهنها بالحليب ونرش عليها الجلجلان الأبيض من الفوق للزينة والمطعم الباهي وقيمته الغذائية، ونهزها الطيب على 200 درجة من فوق ومن اللوطة. وبعد 20 دقيقة في الفور نخرجها وهي سخونة، نطلي عليها من الفوق بالزبدة ونخليها تبرد. وهذه النتيجة النهائية، شهدة الشوكولاتة الرائعة قطنية هشة وبنينة وطرية. وهاو نقص لكم طرف عن قرب تشوفوها قديش جات طرية وهشوشة. جربوها والبن على ضمانتي. كان عجبتكم الوصفة اكتبوا لي كومنتير، اعملوا جيم وشاركوا في القناة. دمتم في رعاية الله. باي.